بهاد الورقة حضرت معكم هاد السيجار اللي تيجيو رائعين بحشوة اقتصادية جدا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غنحضر معكم ورقة البسطيلة في المنزل كتجي ناجحة. ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجو واحد سلافة ديال الطحين تقريبا 200 غرام مع مراش. ونحتاجو نفس الكمية ديال الطحين هي اللي احتاجيت ديال الماء. يعني درت زلافة مع مراش ديال الطحين واحتاجيت يعني زلافة مع مراش ديال الماء. غادي نخلط هاد المكونات بالطراد مزيان. ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي. وغندير شويه ديال الملحه، انا نسيت ما طفتهاش يعني من الاول. وغادي نخلط هاد الخليط هذا مزيان حتى ما يبقى عندي لا حبيبات، يعني يبان لي الخليط انه تطحن مزيان. كنعرفوا انه بزاف ديال الاخوات كيكونوا في بلايص اللي هما بعاد ما كتكونش متوفره عندهم ورقه البسط. وبهذه الطريقه هذه راه كتجي ساهله، يعني ما كتاخذش لكم الوقت. انا تقريبا هنا راه واحد 20 دقيقه كملت هذه الكميه كلها. هنا خديت واحد الكاسرونه درت فيها الماء، ودرت فيها المقله اللي تكون يعني كنطيبوا فيها البغرير ما تلصقش، وحطيتها فوق منها. وكنبدا نخدم بها. بزاف البنات كتكونوا هكا بالنسبه للناس اللي في البوادي ولا حتى الناس اللي بعاد، يعني ما كاينش حداهم هكا ورقه البسطيله. كيبغيو يوجدوا هكا وصفات بالورقه وتيعكزوا حتى تكون بعيده عليهم. راه نتوما تتوجد بطريقه سهله، واللي عندها مقله كبر من هكذا راه يمكن يعني تكون افضل. ممكن انك ديري بها البسطيله ولا هكذا بريوات حلوين والسيجار حلوين. الا عندك مقله كبيره يعني كبر من هذا الحجم اللي عندي انا راه يكون افضل حاجه. واللي حيدناها كندهنوها بحال هكذا بالزيت، وكنغطيو بهذاك الكيس باش ما تنشفش معنا الورقه. انا هنا غنحضر معكم واحد الحشوه اللي بسيطه وكتجي لذيذه ومعلكه ورائعه. غنحتاج واحد جوج الحبات كبار هكذا ديال البطاطا. غادي نقطعهم مربعات وغنديرهم في واحد الكاسرونه مع شويه الملحه ونسلقهم. وهنا من بعد ما سلقتهم غادي نخدموهم هكذا بهاد الفرشات حتى يتخدموا مزيان. هاد الحشوه راه كتجي رائعه ولذيذه ومعلكه، يعني واحد البنه لدرجه اللي داقهم ما تعرفش باش معمرين. وكنزيد عليهم واحد العلبه ديال الطون، وواحد المعلقه ديال القزبور ومعدنوس، وواحد جوج القطع ديال الجبن. ممكن تستعملوا جبن هكذا ديال موتزاريلا ولا فرماج احمر، تيبقى لكم اختيار. ممكن تضيفوا حتى الزيتون هكا مقطع بلا عظم. درت شويه الابزار وغادي نشكلهم بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الورقه راه ممكن انكم يعني من بعد ما توجدوها ديروا اي حشوه نتوما بغيتوها. يعني ممكن ديروا فيرميسيل مع الدجاج او الحوت، اي حشوه اللي بغيتو. وكديرهم في المجمد كتحتفظوا بهم راه تيبقاو حتى المده ديال الشهر ما تيخسر ليهم والو. يعني مباشره ملي تجبدوهم من المجمد مباشره قليوهم او لا ديروهم في الفران، تيبقى لكم اختيار. يعني كي تجبدوهم من المجمد مباشره طيبوهم. انا هنا راه تلويهم وتنسد يعني بالطحين بشويه الطحين بخلط مع الماء. انا داك الشيء اللي بقى ليا خليت واحد شويه الخليط من هذاك الورقات البسطيله اللي حضرت وكنسد به. وهنا خديت واحد الحبه ديال البيض. وكندوز فيها هاد الحبات ديال السيجار ديالي وكندوزهم في الشابلور. اللي ما توفرش عندها الشابلور لا ممكن انك يعني كما لويناهم تدخليهم الفران، ديريهم في واحد الصفيحه وتدخليهم الفران او لا تقليهم، يعني تيبقى لك اختيار. بهاد الطريقه هذه راه تيجيو مقرمشين وغزالين. كيجيو يعني هكذا مقرمشين على برا ومن الداخل كتجي ديك الحشوه معلكه. واحد البنه يعني ما شاء الله ما نقولش لكم. كنتمنى انكم تجربوهم وتخليو لي في التعاليق كيف جاوكم. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله انا غادي نقليهم. بالنسبه للاخوات اللي ما تيبغيوش القلي راه ممكن انك تدخليهم الفران حتى بحال هكا، يعني حتى ملي ديريهم في الشابلو شعلي الفران قسيليهم وخليهم يطيبوا على خاطرهم. بصراحه ما تيشربوش الزيت بزاف. انا درت هنا كيف ما كتشوفوا غير شويه الزيت تقريبا نص كاس اللي غير كيتحمروا كياخذوا داك اللون، يعني ما تيجيوش شاربين الزيت نهائيا. كندير واحد النار اللي مهيله وتنبقى نقلب فيهم بهذا الشكل هذا حتى كيتحمروا. هنا هما يعني خداو اللون اللي بغيت. كنقلبهم يعني على جميع الجوانب هكا حتى كيبانوا لي تحمروا مزيان. اللي تحمرات كنحيدها وكندير في بلاصتها الحبات الاخرين حتى كنكملهم.
تنبغيو هكا الوصفات اللي تيكونوا اقتصاديين في شهر رمضان، وحتى يعني في الايام العاديه نقدموهم هكذا مع الشربات راه تيجيو رائعين. وهنا كيفاش كيجيو محمرين ومقرمشين ومعلكين رائعين. نفتح معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالهم هكذا من الداخل. هنا راه باقيين سخان. وهاد الكميه ديال الورقه اللي حضرت معكم تبارك الله راه كتخرج واحد الكميه اللي كبيره. انا راه عطاني هادشي اللي نايف هاد التبصيل، وخداو ولادي شي حبات هكا فاش كنت كنقلي فيهم. وما شاء الله سمعوا يعني قرميشه كيجيو رائعين. انا الوليدات حماقوا عليهم ولا هما لي نضر. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشاركوه مع العائله والاصدقاء باش يوصل الفيديوهات ديالي لاكبر عدد من الناس. وشكرا ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.